بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي، معاكم محمد الويمي اي ليو. واليوم جايب لكم لعبة ديموليشن، نتيجتها حليوة ويعني في شوي تحدي، فأظن شيء مسلي للنظر عليه. بينما هذا يسليكم في الخلفية، أنا عندي لكم شيء جديد في هذا الفيديو. أم في لعبة اسمها هل تعمل أو هل تفضل عند الأجانب. فظنيت إنها فكرة لطيفة إني أجربها بالعربي وأترجم الأسئلة. هل تفضل يعني يسألونك هل تفضل ذي ولا ذي، ولازم تختار واحد من هالخيارين. ففي موقع مختص بهالأسئلة ذي واسمها rrrather.com. فبسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عرفتكم على الموقع وطريقته، خلنا نبدأ في الأسئلة. السؤال الأول: would you prefer Android or iOS؟ الأندرويد أو iOS في حال ما تعرف، هذا من الأندرويد، هذا الأنظمة اللي في زي الجالكسي اس عفوا، زي في جوالات الجالكسي اس 2 وكذا جوال. الاي او اس هذا اللي في هذا نظام التشغيل في جوالات الايفون. فانا بصراحة افضل الاندرويد. ليش؟ لان شو يسمونه، الاندرويد ممكن ان اي واحد يقدر يسوي برنامج له، غير الابل. فالابل لازم شركاته هي اللي تقعد تسوي البرامج له، فاي برنامج بيصير للابل لازم بتشوف زيه في الاندرويد. وغير ان جوالات الاندرويد عندها القابلية انها تكون اقوى من جوالات الابل الايفون. فخلنا نشوف شنو جواب الناس. على فكرة، الموقع اللي انا تكلمت عليه هذا، انت تختار واحد من الخيارين زيك زي غيرك، وبعدين تشوف شنو الافرج. فالافرج انه 43% بيختارون الاندرويد و57% بيختارون الابل. وغير انه تقدر تقرا بعض الردود ليش. اوكي، اوكي نكمل. you would who would you rather be in the movie Fight Club؟ براد ادوارد. انا بصراحة ما اعرف اي واحد من هالاثنين، بس باخذ من ناحية الصورة. براد شكله يعني حق خناق. 80%. اوكي. as much as I love Ed, Brad gets way more style. اوكي، علشان شكله بيختارون الناس. اظن عندهم شوي منطق، لان انا بعد اخترته علشان شكله. شكله حق خناق على شذي ما يندرى. نكمل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. would you rather eat Oreos or Chip Ahoy؟ تعرفون اوريوز هو البسكوت الاسود اللي من كاكاو وداخله زي الفانيلا، والتشيب هوي هو بسكوت فيه الشوكولات شيبس، بعض الشيبس. انا بصراحة افضل التشيب هوي. فخلنا نشوف. الناس واجد 65% للاوريوز و53، اقصد 35 للتشيب هوي. Oh my god, chocolate chips cookies make me so happy. هذا واحد رد حق التشيب هوي، ما ادري. المهم، would you rather top chef of the world best film؟ هذه جاوبتها. بالنسبة لكم ما تحبون هالنوع من الأسئلة. اوكي. would you rather never be able to stop eating never be able to stop talking؟ هل تفضل ان ما تقدر دائما تاكل ولا دائما تتكلم؟ اظن دائما اتكلم احسن، علشان ان اقدر اتكلم على اشياء واجد، وعندك نوعيات يعني تساعدني في اني اتصل بالناس اكثر من اكل بس هذا شيء خاص بي انا، فما اقدر يعني اتعرف على الناس وانا بس دائما 24 ساعة اكل. فخلنا نشوف. 60% للكلام عدم السكوت، 40% للبرجر. اقصد حاطين صورة برجر لأن في الموقع انما ياكلون. ف اوكي. هذا بعد ما ينفع لكم. would you rather be Wolverine or be Spider-Man؟ هل تفضل تصير وولفرين او الرجل العنكبوتي؟ طبعا سبايدر مان. اكيد انك تتسلق وانك تروح وتجي. صدق ان وولفرين
صعب جدا انه يموت، ولكن سبايدر مان احس انه تستمتع فيه اكثر وانت تتسلق المباني وانك تتدحرج من مكان لمكان. تخيل يعني وي ف 56% لسبايدر مان و44 لولفرين. خلينا نشوف شنو يقولون مالين وولفرين. سكسي باداس سبايدر مان ردود بايخة على حسب الشكل. زين would you rather هذه جريدة أمريكية ما أظن أنكم بتعرفونها. هذا لا. أوكي. would you rather live where it is winter every day for your life, summer every day. هل تفضل أن تعيش دائما في الثلج ولا في يعني مو بحار جو صيفي؟ بصراحة أنا أفضل الصيفي. الثلج شوي حلو بس أذية ما أدري والله شوي صعبة ذي بصراحة. الثلج اللي أنا أحب في البرد إنه تقدر تلبس ملابس واجد وكاشخة، ويعني الناس يعذرونك إنه يعني على هاللي لابس الأغراض. أما الصيف لازم تلبس أشياء خفيفة. بس الصيف جوها أحلى من الشتاء والله. لا الشتاء البرد تخليك أقوى. ولكن 73% حق الحر و27 حق البرد. انهم يعيشون في برد. فشيء مثير للاهتمام. اوكي ما ينفع. اوكي هل تفضل انك تشاهد السيمسون ولا فاميلي جاي؟ في حال انكم ما تعرفون هذا كراتين الامريكية الكوميدية. فانا بصراحة ما لحقت على السيمسون فبقول فاميلي جاي. 63% فاميلي جاي و37% للسيمسون. Family Guy sucks, just random assorted of stupid jokes that have nothing to do with the plot. Which is awesome. هذا واحد رد عليه. اوكي. هذا قناة هذه لا. اوكي هذا سؤال حلو. Would you rather have a job you love with a very low pay, a job you hate with a very high pay؟ هذا سؤال جدا متكرر هنا في أمريكا. هل تبي تشتغل في شغل تحبه بس راتب ضعيف، ولا راتب قوي بس شغل تكرهه؟ الناس واجد بتفكر براتب قليل وشغل تحبه، ولكن اللي يفكرون براتب كبير هذا يفكرون بعائلة وبناء حياة اللي بعده. طبعا النص والنص، ولكن أنا بفضل أني أعيش براتب قليل بس أني سعيد، علشان أني أقدر حتى أعطي وجه لعيالي كذا. وأظن وجود شخص للإنسان أفضل من وجود فلوس وما بيعرف يسوي فيها. قوة إنك ما تعرف تسوي فيها أحسن، ما بأحسن من واحد إذا تحتاج مساعدة من يكون موجود. ف55% يوافقوني والباقي حق الفلوس. فمثير للاهتمام. أوكي شنو بعد أسئلة؟ ما أظنكم بتهتمون بهالشيء. sleep talk to your crush، لا ما أظنكم تهتمون لذا. وما بتعرفون هالأشياء ذي لأنها بس في الحضارة الأمريكية. لحظة. في أسئلة واجد. لا. أوكي. would you rather only be able to talk in 140 character or less, never be able to tell a lie؟ هل تفضل انك بس تتكلم شوي بعد قليل جدا 140 حرف في اليوم، ولا انك ما تكذب ابدا؟ بصراحة انا بروح للأقل حروف، لان بغض النظر عن رؤيتك للكذب لا بتضطر انك تكذب بعض الاحيان بس علشان ما تجرح بمشاعر بعض الناس اللي تهمك. لان اذا كنت صادق بدرجة قوية ما الناس ما ذيك المتقبلة للحقيقة. تشوف كثير من الناس ما تتقبل ذي الحقيقة، تسوي عالمها الخاص ولا تروح تلعب ولا هالاشياء ذي. ف47% انه يتكلمون قليل، و53% انه ما يكذبون.
I would see the politician answer this one. They're known for being winded. اوكي. لا ما تهتمون هالاشياء. خلينا نغير هذه. would you rather انك تكون غني ومتزوج واحد فقير، او متزوجة واحد فقير، او انك فقيرة وتتزوجين او تتزوج واحدة غنية؟ انا افضل اني انا اكون الغني واتزوج فقيرة. ممكن ان وناس واجد تفكر ليش، لان انا علشان اني انا اكون اللي اساعد الشخص او مرتي وش يسمونه ذي، الله يعين ابليس، وغير ان انا يعني ابي اسوي عندي افكار ومخططات، فانا اللي ابي اسويها، انا اللي ابي اخاطر بفلوسي بتعبي، ما ابي اخاطر بفلوس غيري. فهذا يعني الجواب. حاليا خلصت اللعب. شكرا لاستماعكم. اذا عجبتكم هالسلسلة ذي الله يخليكم خلنا نسمع صوتكم بالكومنتس تحت. ان شاء الله يمكن في حلقة ثانية من نفس هالمنوال. على اي حال شكرا لكل واحد اعطاني من وقته وترك تعليق ودعمني بالكومنت واللايك والفيفورت والسبسكريبشن. فحاب اني اشارككم فيديوين. الفيديو اللي على اليسار هو تعليم او حصة من الاستاذ ليو. شنو الاستاذ ليو عنده انه يعلمنا هذا اليوم في حلقته الاولى؟ خلنا تقدر تشوف بالضغط على هذا الفيديو. الفيديو اللي على اليمين هو المونتاج لقناتي من فيديوهات تحت 2012 جانوري 1. كل فيديوهات 2012 وتحت 2011 وتحت جمعتهم وسويتهم في مونتاج. فهذا بمناسبة وصول فيديو رقم 100. اتمنى ان تباركون لي في الكومنت حق هذا الفيديو بالذات. فعلى اي حال شكرا اخواني لاعطائي القليل من وقتكم. كان معاكم محمد الويمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايامكم سعيدة.